تبص كده في المرايه وتشوف شكلها، انا وشي محتاج ايه، انا وشي عايز ايه، فنجيب على طول. وشك فيه حبوب، نحط حاجات مخصوصه للحبوب. اخر كريم وده الطب بالنسبه لي، ده حبيبي، ده حبيبي والله العظيم، موست وان. الغرام كله، الغرام كله يا جماعة، الموست وان. موست وان أحلى كريم بجد. أنا بحس وشي مترطب جدا جدا جدا. هو ده لما بعمل أي جلسة على وشي أو بعمل أي حاجة بحس ان وشي ناشف جدا. الناس كلها بتستعمل ريتينول عامة على بشرتها، أنا شخصيا إدمان عندي الريتينول، والريتينول عامة بينشف البشرة، فلازم كريم مرطب قوي هو موست وان. فأنا طول الوقت بغير ما بين كل دول، لأن بشرتك لما تتعود على حاجة ما بتجيبش النتيجة زي أول مرة استعملتي فيها. فأنا قلت لكم 5-6 كريمات كلها مصرية وموجودة في كل الصيدليات وموجودة في كل حتة تقدري تشتريها انتي وحسب ميزانيتك. بس نصيحة، خلي عندك كريمات مرطبة كتير عشان بشرتك ما تتعودش على حاجة معينة. طبعا لما تجربي ولقيتي بشرتك طلعت حبوب، توقفي الكريم ده فورا. تقدري تستعمليه على جسمك، تقدري تستعمليه على رجلك، تقدري تديه لمامتك. انتي بشرتك مش لايقة على دول، خلاص. بس نصيحة، يعني أنا بشرتي دهنية والله وبستعمل شان كريم عادي. يعني شان كريم بيقولوا مش للبشرة الدهنية عشان ده كريمي وقوي ومش عارفة ايه، لا بستعمله لبشرتي عادي. حسب ما انتي عارفة بشرتك ايه. بشرتك ناشفة، محتاجة كريم مرطب قوي. بشرتك بهتانة، كريم بفيتامين سي. بشرتك محتاجة ترطيب، عندك كذا حاجة، موست وان مثلا. دول المنتجات المصرية من الكريمات اللي أنا بحبها. لو عايزين حاجة تانية اكتبوا لي في الكومنتات. أشوفكم على خير بقى الفيديو. باي باي.